بعد استخدام اكتر من سنه اقدر دلوقتي اكلمكم بكل ثقه عن تجربتي مع صن بلوك ايفا صن اند سي. عايزه اقول لكم الاول سعره هو انا جايباه من نون تقريبا من حوالي 3 4 ايام كده ب 125 جنيه، يعني سعر كويس جدا. طبعا هو رفع. في كمان منه نوع تاني بديل الفاونديشن، يعني في درجة لون، بس انا مش بنصحك بيه الا اذا كانت بشرتك من النوع القمحي الغامق شوية. لكن بس لو بشرتك فاتحة انصحك طبعا بالكريم ده الخالي من اي الوان. أنا طبعا جربت انواع كتيرة. انا بشرتي مختلطة، وفي الصيف بتبقى دهنية جدا جدا، بتبقى حاجة مملة قوي يعني. فمهما استخدم صن بلوك برضو للبشرة المختلطة والدهنية برضو بيدهن. الصن بلوك ده عجبني فيه ان هو مش بيعمل طبقة بيضة خالص، ومش بيدي لمعة على فكرة، وبيتكيف مع البشرة. اهم حاجة بس قبل ما تستعمليه ان انت تنضفي بشرتك كويس قوي، حاولي تعملي لها سكراب. تستخدمي طبعا منظف حلو للبشرة الدهنية والمختلطة. لو بتستخدمي مرطب وانت بشرتك مختلطه ودهنيه، انصحك وانت خارجه متعرضه للشمس بلاش. ليه بقى؟ لان كده كده بشرتك مترطبه خلقه، هي فيها اصلا دهون. وهو طبعا الصن بلوك ده فيه طبعا نسبه دهون، يعني هو مش هقولك ان هو كريم خالي من الدهون، هو طبعا كريم. وفي وقت من الاوقات هتحسي ان بشرتك برضو هتدهني لو تعرضتي لفترات طويله قوي من التعرض للشمس، خصوصا في وقت الذروه. فانت حاولي ان انت على قد ما تقدري تقللي دهون. هتتعاملي معاه كويس جدا. على فكره نسبه الحمايه بتاعته ممتازه. هو في زي ما انتم شايفين في فلاتر حمايه ممتازه جدا. طبعا بيحمي من كل انواع الاشعه اللي هي بتؤدي الى الاسمرار واللي بتؤدي الى التجاعيد. بصوا بقى ده شكل الكريم. انا عايزه اوريكم بس ملمسه على البشره بيكون عامل ازاي. هو طبعا كريمي. برضو عايزه اقول لك نصيحه حلوه قوي برضو علشان تحسي ان الصن بلوك بيكون فعال معاكي. ان انت ما تطبقيش طبقه نقطه كده صغنونه وتقولي هو ده كده كفايه. لا، ما هو الصن بلوك بصراحه عشان يكون فعال ويحمي فعلا بشرتك خصوصا من الاسمرار لازم تحطي طبقه معقوله يعني. بس انت حاولي بقى طبعا ان انت اتعاملي معاه او دلكيه كده بعنايه طبعا. بعد ده بعد ما انا طبقته طبعا كويس، بس هو هينشف كمان شويه. هستنى بس معاكم في الفيديو كده 3 4 دقايق عقبال ما يهدى والبشره تتشربه كويس. بيديكي بس شكل لمعه في اولها، لكن بعد كده البشره بيتكيف معاها ومش هتحسي باي لمعه. وبعد 3 دقايق هو ده بيكون شكله على البشره. طبعا بتحسي ان في لمعه بسيطه، بس اللمعه دي لمعه صحيه مش لمعه دهنيه خالص، مش دهون خالص لا. طبعا بتستخدميه قبل التعرض للشمس بربع ساعه ولا نص ساعه هيكون افضل. بيتجدد كل ساعتين. طب هتجدديه كل ساعتين ازاي وانتي بره؟ هي العبوه صغيره. انا بطلب بصراحه عبوتين من المنتج ده لانه بصراحه بالنسبه لي سحري وسعره اقتصادي جدا. عبوه بخليها على التسريحه بتاعتي بستخدمه طبعا في البيت، وواحده تاني ببقى حطاها في الشنطه عشان اجدده. كمان ان هو مناسب جدا جدا للبشرات الحساسه. هو فيه نسبه عطر بسيطه جدا تكاد لا تكون عطر اصلا، يعني تحسي ان هو حاجه طبيعيه كده، مش ريحه حاجه معينه. هي دي مكوناته. لو حابه ان انت تاخدي سكرين شوت وتكبري الصوره وتعرفي تقري المكونات كويس قبل ما تشتريه. المنتج بصراحه رايي الشخصي فيه ان هو منتج كويس جدا، يعني عايزه اقول لك فوق الكويس. مش هقول ممتاز طبعا لان في انواع تانية افضل، بس بالنسبه لسعر ومميزاته اعتبره ان هو من افضل انواع الصن بلوك الموجوده في مصر طبعا وخارج مصر، لان منتجات ايفا برضو بتكون خارج مصر. وكمان حمايته عاليه قوي من اشعه الشمس. جربوه ان شاء الله مش هتندموا. هو كده كده سعره مش عالي قوي. موجود على نون، موجود على امازون، وفي معظم المواقع. خشي برضو على موقعهم على النت برضو لو حابه ان انت تشوفي مميزات اكتر وتعرفي اكتر عن المنتج ده. موجود طبعا برضو في الصيدليات. نسيتي ان انت استفدتي من الفيديو ما تنسيش تضغطي لايك للفيديو وتشتركي في القناه وتفعلي كمان جرس الاشعارات عشان كل جديد بالمختصر المفيد معدنا يوصلك باستمرار. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.